استكمال لدرس التفكير الإنساني. هندرس عوامل الوقوع في أخطاء التفكير. العوامل الذاتية. أول حاجة في العوامل الذاتية تغليب العاطفة على العقل. واداك التعريف: العاطفة اللي هي الحب أو الكراهية إذا تملكت من شخص ما فإنها إما أن تصطدم مع العقل أو يبرر صاحبها عاطفته بتبريرات معقولة. يعني إيه؟ يعني الإنسان لما يقع في مشكلة يا إما يحلها عن طريق العقل أو العاطفة. واداك مثال: سمعت إحدى الفتيات أخيها الصغير يكذب على والديها ولم تخبرهما خوفا من تعرضه للعقاب. هنا الفتاة حلت المشكلة عن طريق العقل ولا العاطفة؟ عن طريق العاطفة، خافت على أخوها إن يتعرض للعقاب، يبقى عملت إيه؟ تغليب العاطفة على العقل. تاني حاجة القابلية للاستهواء. التعريف: تعني سرعة تصديق ما يقول الآخرين دون نقد أو تمحيص. يعني إيه؟ أي حد بيقول لك أي حاجة بتصدقها. طب بسبب الاستهواء تنتشر الشائعات والخرافات. واداك مثال: تصديق بأن تناول الوجبات الصحية بأي كمية لا تزيد الوزن. طبعا كلام مستحيل. طب صدق ليه؟ لأنه عنده قابلية للاستهواء، أي حد بيقول له أي حاجة بيصدقها. تالت حاجة التسرع في الحكم. التعريف: قد يقع الفرد في أخطاء عندما يصدر أحكام متسرعة غير مدروسة. واداك المثال: أقر. يعني إيه أقر؟ اعترف طالب بأن امتحان اللغة العربية سهل. طب ليه؟ قال لك بعد قراءة السؤال الأول فقط. طب إيه المفاجأة بقى؟ وجود العديد من الأسئلة التي تتناول المستويات العليا بالامتحان. طب ده عنده إيه مشكلته؟ التسرع في الحكم، قرا بس السؤال الأولاني ما قراش الامتحان كله، يبقى مشكلته عنده التسرع في الحكم، اللي هو قد يقع الفرد في أخطاء عندما يصدر أحكام متسرعة غير مدروسة. آخر حاجة في العوامل الذاتية التعصب والتطرف. طب إيه تعريف التعصب؟ الانحياز بشدة لفكرة واحدة دون سواه. يعني إيه؟ حب شيء زيادة عن اللزوم. تاني حاجة التطرف اللي هي المغالاة والإفراط في تقدير الأفكار والمواقف. ده مش متقبل وجود الإنسان، ده ممكن يأذي الإنسان نفسه. واداك مثال: قرر عميد إحدى الكليات إلغاء احتفالية الطلاب بفوز إحدى الأندية. طب ليه؟ لأنه يشجع النادي الخاسر. العوامل الموضوعية. أول حاجة في العوامل الموضوعية عدم الدقة في استخدام اللغة. التعريف: يعبر الإنسان عن فكرة باستخدام اللغة التي لا تكون دائما واضحة بسبب عدم الدقة. طب ده ليه؟ قال لك بعض الألفاظ تحمل أكتر من معنى. واداك المثال: الجبن حمل أكتر من معنى الطعام أو الإنسان الجبان. تاني حاجة بعض الألفاظ التي لا تدل على شيء في الواقع. واداك المثال: الغول والعنقاء. تاني حاجة نقص المعلومات. التعريف: يعد نقص المعلومات من أهم المشكلات التي تعوق وصول الإنسان إلى التفكير السليم. المثال: التحقت بإحدى الكليات دون معرفة أقسامها وطبيعتها فرسبت في العام الأول. طب ده إيه مشكلته؟ نقص المعلومات، دخل الكلية وهو مش عارف أقسامها وطبيعتها، يبقى مشكلته نقص المعلومات. تالت حاجة الهيمنة اللي هي السيطرة. طب إيه التعريف؟ قال لك تعني الهيمنة تقبل رأي شخص له نفوذ وتأثير عليك في أي مجال دون مناقشة. واداك المثال: أجبر صاحب شركة العاملين على تنفيذ أوامره رغم أنها تضر بالشركة ضرر بالغ.
هنا صاحب الشركة عمل إيه؟ شخص له نفوذ، له سلطة، له هيمنة، أجبر العاملين على تنفيذ أوامره بسبب إيه؟ بسبب سيطرته عليهم. آخر حاجة صعوبة المشكلة. التعريف: تستمد المشكلة صعوبتها من كونها تفوق المستوى العقلي والمعرفي للشخص، لذلك لابد أن تتناسب مستوى المشكلة مع قدرات الفرد. تاني، لابد أن تتناسب مستوى المشكلة مع قدرات الفرد. إزاي أقدر أحل المشكلة وهي تفوق المستوى العقلي والمعرفي؟ اداك المثال: اختيار طالب للحصول على لقب أمين الفصل وهو ما عندوش مهارات قيادة، يبقى عنده إيه؟ صعوبة مشكلة، لأنها تفوق المستوى العقلي والمعرفي للشخص.